اوكي، كنت اقول انه يجوز اني بيوم من الايام كرهت صدام حسين لان حسيت انه اغتصب طفولتي، بما معناه سرق طفولتي مني. كوني كنت عايشه بالكويت، ولادتي الكويت، ظليت هناك لحد ما صار 15 سنه، فحسيت انه اخذ مني اصدقائي، مدرستي، الشارع اللي كنت اسكن بيه، كل شيء. ما قدرت اتقبل ولا اتاقلم مع العادات والتقاليد اللي موجوده ببلدي. كانت نوعا ما يعني تختلف كعادات وتقاليد، والمدينة مالتي شوية صارمة يعني بالعادات والتقاليد. فيجوز انه ما قدرت اتقبلها كونه كنت صغيرة، 15 سنة عمري، وكنت ابكي يعني انه كنت احس انه اريد اصدقائي اللي انا تربيت وياهم. الانسان دائما يحن للمسقط راسه يعني، وهذا الشيء كنت دائما اقوله ولا ازال، والكل يعرف هذا الشيء. بس ارجع اقول انه هذا الرجل أنا احترمته بالنسبة إلي من بعد ما واجه الكل، وواجه أمريكا، واجه العالم، وما خاف ولا يعني. أما من ناحية الأفلام اللي انحطت عليه كونه طلع من حفرة وإلى آخره، على ما أعتقد إنه اللي يصدق هذا الكلام ماكو عقل براسه. أوكي، لأنه صدام حسين مستحيل يظهر بهذا المنظر، وكان واضح التخدير عليه جدا، ولا راح يكون انه شعره منكوش واللحيه الطويله اللي طلعوا لنا اياها بيها. بلس انه عرفنا انه هو كان بمزرعه، تمت خيانته طبعا من اقرب الناس له، وبلغ عن المكان اللي هو بيه. ونفسهم الجنود الامريكان يعني وقت اللي طبوا عليه كان هو يصلي صلاه المغرب على حسب يعني ما سمعنا، واحترموا ديانته وانتظروا الى ان نخلص الصلاه مالته واخذوه. هذا مو موضوعنا، بس على ما اعتقد انه الكل يعرف انه الافلام الامريكيه شلون تكون. ارجع الكونسبت انا بالنسبه لي فتحت الفيديوهات مالته، وبصراحه شفته شخصيه يعني ظريفه. يعني انسان كوميدي، يحب يرسم البسمه على وجوه الكل، وجوه اصدقائه. يعني انسان مثلا يحب يسوي دعايه للمطعم مالته، احيانا يسوي فيديوهات فكاهيه جدا. يعني انا حبيت صفحته، حلوه ما بيها شيء. بس ارجع اقول هم انا استغربت ليش اني بالذات. هل لان انا حاطه صوره صدام حسين؟ اوكي انت تكرهها، اني رجعت سويت رساله من الباطن وقلت انه بوقتها انه اذا انت يعني تحب السمك زين واني ما احبه فراح يوقف. يعني مثلا لان اني اذيت منه وانضريت ودخلت مستشفى كنت راح اموت بيها، كنت اقصد بيها انه اذا انت ما تحب شخص، هذا مو معناته انه اني همينه لازم ما احبه. يبقى رئيسي، واللي ما له خير برئيسه ما له خير باحد. وابقى اعتبر صدام حسين هو رئيسي وغيره ماكو. اذا تحجون على المقابر الجماعيه، ما شاء الله اليوم كل يوم مقابر جماعيه، كل يوم يعني مآسي دا تصير. لا، بالنسبه لي افضل على زمن صدام حسين كلش هوايه، افضل انه يكون موجود. الصرامه ترجع، لانه الانسان احيانا القائد الصارم يعرف يسيطر على الوضعيه. وقبل كانت وزيره الخارجيه بامريكا قالت اني كنت استغرب شلون صدام حسين كان مسيطر على العراق، 4 من صدام حسين ما يقدرون يسيطرون عليها. هذا وحده فخر، كنا نتباهى وقت اللي نقول انه احنا عراقيين. هسه حتى هيبتنا ضاعت للاسف الشديد، ناس تقتل ناس، وما اقدر الوم الناس لانه احنا اللي دا نسويه ودا نشوف العالم بكراهيتنا البعض للاسف الشديد. بس انه هذه الشغله ما راح تطول ان شاء الله، والكل عقليته متفتحه، واكيد بيوم من الايام راح يصحون، وهاي الغمامه راح تنشال من على عيونهم، وان شاء الله حتى هاي الطائفيه اللي بيناتنا كلها تنلغي. بس اللي اتمناه انه تحترمون غيركم، ماكو داعي للاهانات، ماكو داعي للمسبات. يعني حتى شخص كويتي سوى صفحه على الانستغرام باسمي، سماها ديفا زو، وما شاء الله يعني دا يتعب هوايه بالفوتوشوب. يعني اشهد له، هو انسان محترف بالفوتوشوب بشكل غير طبيعي، وبدا يشوه صوري بشكل غير طبيعي، وحتى من دا يكتب يعني كتابته غلط بغلط.
املاءه ضعيف جدا، وده يكتب باللغه يعني او باللهجه الكويتيه واضحه يعني. واللي اكو شويه يعني مثل ما يقولون دماغه متفتح راح يعرف انه هاي الصفحه اساسا فيك، مو صفحتي. اني صفحتي على الانستغرام سويتي نوسة SWEETYNUSA. اتمنى احترام الناس، واذا ما تريدون تتابعوني فاني ما اجبر اي بشر انه يتابعني. ما حبيت الصفحه رجاء اطلع منها من غير ما تجرح او تجرح يعني. وقبل ما تعيب على غيرك شوف العيوب اللي بداخلك وساعتها عيب على غيرك، لانه ماكو انسان بهاي الدنيا خالي من العيوب، واني نفسي اساسا اكيد مو خاليه من العيوب. وتحياتي لكم واسفه على الاطاله. تشاو تشاو.